بس برضو بلاقي فيه ساعات يعني في مواقف ساعات بتحصل عندي في العياده ببقى شايفه ان السوشيال ميديا كانت سبب في حياتهم الكئيبه مثلا. ازاي بقى؟ يعني في مره بنوته جات لي، بنوته جميله جدا، انا من وجهه نظري انت بتكلميني كبني ادم، انا مش شايفه كدكتوره يعني مفيش اي ديفو في وشها، فاهماني؟ وضحكتها حلوه ورقيقه، ومن الناس اللي فعلا يضفوا بهجه عليكي وانت داخله يعني. مره جت بقى وشها يعني مكلضمه جدا، ايه يا بنتي انت مضروبه؟ هزار بقى وكده وهزر معاها، لا ومش وجت معيطه، في ايه طيب خير؟ فقالت لي اصل انا جاي لي عريس. قلت لها اللي جاي لها عريس تعيط تفرح وتفكر وكده؟ فقالت لي لا عشان هي البنوته كان عندها تقريبا 25 سنه، تقدم لها حد ضعف عمرها تقريبا، ويعني ظروفه مطلق وعنده اولاد وحاجات زي كده فقلت لها بصي، هو طبعا انا مش هخش في حلال وحرام لان دي حاجه احنا ملناش دعوه بيها، هو كله حلال، هو طالب زواج يعني، بس هي الفكره هل مناسب ليكي ولا لا؟ هل هي راضيه من جواها؟ انت راضيه؟ ممكن حد تاني يرضى، حد تاني يرضى لانه بيبقى حد كويس، وممكن يكون حد كويس ظروفه اللي ما كانتش كويسه مثلا. فقالت لي لا انا مش موافقه ومش مرتاحه بس حاسه ان انا ما عنديش فرص تانية. الجمله عارفه، حسيت ان انا ايه ده، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ يعني انا فعلا ايه اللي انت بتقوليه؟ ليه ما عندكيش فرصه تانية؟ قالت لي ما انا مش حلوه قوي ومش غنيه ايه هو انت مفاهيم اصلا الارتباط بقت عندكم ايه؟ يعني بقت اللي حاطه ميك اب كتير ولابسه حلوه قوي وكده او غنيه، فلقيت لا هم يا عيني بيعانوا من صراعات داخليه وخارجيه، يعني حواليهم السوشيال ميديا بقى مصدره ده، مصدره الحياه البيرفكت، ان هو لازم اكون معايا فلوس عشان ابقى سعيد ولازم اكون حلوه عشان اطلب. فلا، هو مفيش حد بيختار الشكل الخارجي بس. في ناس بتبقى محظوظه انها لما بتكبر في السن شكلها مش بيبان عليه اي علامات تقدم، لكن الاغلب اعتقد انه الحظ مش بيلعب دور كبير في حياته اصلا. للاسف علامات التقدم في السن دلوقتي بتظهر يمكن من العشرينات بسبب الضغط او الاسترس اللي احنا بنعيش فيه على طول، بسبب العادات الغذائيه الغلط او التغيرات الهرمونيه، الدايت القاسي، ان احنا نتخن ونخس ونتخن ونخس. انا فاطمه وده بودكاست زي الريشه، والنهارده احنا معزومين في عياده دكتور امل سمير، اخصائيه الجلديه والتجميل والليزر، واللي هتقول لنا رايها ازاي نحافظ على نضاره بشرتنا لاطول فتره ممكنه، وازاي نبقى محظوظين بنعمه الجمال. ويمكن هتكون وجهه نظرها اكبر تجاه انه الحظ الحقيقي ان يبقى حواليكي ناس تطمنك وتحسسك انك فعلا جميله وانك تكوني راضيه عن نفسك. دكتور امل، انا مبسوطه قوي ان انا معاكي، والفايبس بتاعت المكان حلوه جدا. تسلمي يا فاطمه. انا عايزه اخش معاكي في الموضوع على طول. يلا بينا. الدكتور الشاطر هو اللي لما البيشنت تطلب منه حاجه يعملها لها ايا كانت؟ لا طبعا. يعني انه يقول لها، يوجهها على حاجه تانية، يقول لها لا انت مش محتاجه تعملي ده. الدكتور الشاطر هو ايه؟ يعرف يعمل اي حاجه ولا يعمل اللي هو المفروض شايفه صح؟ هو لازم يبقى عنده المقدره انه يعرف يعمل اي حاجه وكل حاجه في اي وقت، بس هي الفكره بقى الانديكيشن نفسه، هل الحاله اللي قدامه دي مستاهله ولا لا؟ تمام، لان احنا بيجي لنا حاجات يعني يقشعر لها الابدان، يعني زي ما بيقولوا، يعني حالات بتبقى فعلا مش محتاجه حاجه ومصره انها تعمل. طب انا حاسه انه مش هيفيدها، يعني هي اصلا تدفع فلوس على الارض، فمش هتستفيدي حاجه من اللي انت عايزاه، لان هي بتبقى طالبه مثلا بروسيدير معين مش هيفيدها خالص. فبالتالي لا، لازم يكون عندك اصرار على ان انت تعمل الصح، هي دي المهم. بس تعرف تعمل كل حاجه؟ اعرف اعمل كل حاجه طبعا، واقوي نفسي كل فتره، وادخل ورك شوبس واقرا وادور واتفرج على حاجات بتتعمل وتكنيكس مختلفه، لكن اعمل ده وانا مش مقتنعه بيه؟ لا طبعا، الشغل مش هيطلع حلو اصلا. طيب وازاي بتحكمي مثلا البروسيدير دي هتفيدها ولا لا؟ يعني قصدي الحاجات التجميليه كلها برضو شكل يعني بعض تقصدي مثلا، وممكن برضو ايه نسبه وتناسب. ممكن حد يكون شايف مثلا انه محتاج ان هو يملى شفايفه، محتاج ان هو يغير حاجه، وحضرتك شايفه انه لا مش محتاج، بس هو عنده النيد قوي انه يبقى شبه فلانه، او انه يعمل البروسيدير دي كنوع من انواع انه يغير في شكله.
بصي انا ضد فكره اغير في الشكل للتغيير في الشكل، يعني هي برضو مبادئ شويه. بس انا مع ان انت تحسن في شكلك او تحسن في وظيفه معينه في وشك مثلا او في ايدك، او مثلا حد عمل جرح وحصل عنده جرح يعني من زمان والجرح ده مضايقه جدا، لا نشتغل عليه حتى لو هو قديم جدا، نشتغل عليه لغايه لما نوصل لاوبتيمم. مش لازم يكون البيرفكت، بس في اوبتيمم، في درجه كده انا مش هعرف يعني مش هيتحسن عن كده، بس انت كده حلو قوي تقدر تتعايش معاه. هي دي الفكره، فاهماني؟ من المواقف اللطيفه يعني اللي حصلت معايا في العياده مره، ان جت بنوته بتقول لي دكتور انا عايزه اعمل تقشير. فلسه هتكلم، قالت لي دكتور على فكره انت لازم تعملي دي. قلت لها ايه لازم اعمل لك دي؟ مش فاهمه يعني. طب اشوف الاول انت محتاجه ايه. قالت لي لا اصل انا صاحبتي موصياني، قالت لي هتروحي لدكتور امل وهتقول لك ممكن تقول لك ما تعمليش بس انت برضو اعملي. فاهمين؟ مبدئي شويه يعني، هي اللي بتوصف لها دي فاهمه ان هو ممكن ما ينفعهاش، ما نفعش صاحبتها بس ينفع لها هي، او العكس. البنت دي انا عملت لها تقشير فعلا ان فعلا هي كانت محتاجه. قلت لها بس اكيد زميلتك ما كانتش محتاجه عشان كده انا رفضت. تمام. بس مش هعمله اون ديماند برضه، يعني مش عشان انت طلبتي ان يتعمل لك تقشير هيتعمل لك تقشير. في حالات كتيره جدا بتترفض. في حاله برضه اذكرها، جات لي وكانت عايزه تعمل ديرما بان. قلت لها مش هينفع عشان في وشك حبوب، مستحيل اعمل لك دلوقتي. راحت لسي حد من الناس، ولحد الصدفه ان انا شفتها بعديها جايه يعني مش زعلانه، بس جايه بتقولي انا يا ريتني سمعت كلامك. الحبوب انتشرت جدا في وشها بلا داعي، مع انها كانت عامله برودكت غالي. بس هو مش الفكره في غلو الحاجه او رخصها، الفكره تتعمل امتى، توقيت الصح ليها يعني. فندمت. تمام. فدي بعض الحاجات اللي احنا بنشوفها في الكلينيك. فلا احنا مش هجري ورا اللي انت عايزاه، انا هعمل اللي انا وانت شايفينه صح او مناسب. يعني احيانا برضو، او انا يعني من الناس اللي لما بيخش لي اي كلاينت بديها المرايه بقول لها ايه اللي مضايقك في وشك، وببدا بيه. يعني ما انا برضو ممكن اكون شايفه ديفو هي مش شايفاه، هي متقبلاه جدا، يعني عندها عوجه مناخير هي مرتاحه لها جدا ولايقه جدا على وشها. ادخل انا بقى اقول لها لا لازم نعمل مناخيرك، لا طبعا. هي جايه بتشتكي من الهالات ومش شايفه المشكله دي، وهي مش مشكله في حد ذاتها، لان مفيش عندي مقياس للجمال. يعني مفيش معايير كده اللي هو كام من 10. ما عنديش انا ده، لان ممكن تبقى حد شكلا جميل قوي لما تيجي تتكلمي معاه تبقي مش عايزه تشوفيه تاني. مش بيحصل؟ صحيح. والعكس، ممكن حد تشوفيه يعني مش احلى حاجه في الجمال، بس لما تتكلمي معاه ترتاحي جدا وتحسي انه شبه قرايبك وشبه صحابك وتبقي نفسك تتكلمي معاه وتشوفيه تاني تبقوا صحاب. فمفيش انا عندي مقياس للجمال الخارجي يعني، ده مفهوم حتى غلط. بشكل شخصي مع نفسك مثلا مش بتحبي تجربي البروسيدرز اللي اوريدي على طول بتعمليها في العياده؟ اجربها انا شخصيا، ممكن اجرب حاجات انا محتاجاها، لكن انا مش بجرب حاجات مش محتاجاها برضه. يعني وعلى فكره باخد راي زمايلي، يعني ممكن وارد يكون عندي حاجه انا شايفاها مثلا في وشي مش حلوه، فبسالهم طب انتوا شايفين ايه، اعملها ولا ما اعملهاش؟ فاهماني؟ فبرضه ما هو ما خاب من استشار زي ما بيقولوا، انما مش هجري ورا حاجه ويلا بينا اعملها وانا مش محتاجاها برضه. نفس الكونسبت اللي انا بطبقه على الناس بطبقه على نفسي في الاول. يعني ممكن مثلا نقول الكونكلوجن كده ان مفيش مشكله الا لما تكون هي البنت حاسه ان دي مشكله. ده لازم، يعني هي لازم هي تكون، ده بالعكس هي ممكن تكون حاسه ان هي مشكله وهي برضو مش مشكله. يعني فاهمه ده اقصد؟ شائع جدا. طبعا ده أوي. نتيجه شويه السوشيال ميديا والكلام ده. وعلى فكره انا لا الوم على السوشيال ميديا، يعني السوشيال ميديا دي حاجه انا فرحانه انها موجوده، علشان برضو في بنات ما كانش عندهم اصلا، بنات وولاد يعني ما كانش عندهم ادنى خبره باي حاجه ممكن تكون بتتعمل. فالسوشيال ميديا ورت لهم في حاجه بتتعمل كده، وفي حاجه اسمها كده لو انت عملتيها هتحسن في كذا وكده. بيقولوا تجاربهم، بس مش لازم اخد التجربه وانفذها زي ما هي. اروح بقى المتخصص واقول له انا مثلا شفت كذا وعجبني، ايه راي حضرتك، هيبقى مناسب ليا مثلا ولا غير مناسب؟ فاهماني؟ يعني ما تاخديش القرار لوحدك، وخصوصا انه للاسف في بعض الاماكن مش ما اقدرش اقول انها كواليفايد يعني قوي، فبتاخد الموضوع بشكل بيزنس شويه. تمام. حتى برضو السوشيال ميديا في بعض الناس بتبقى بيد يعني معروف، فهتروج للمنتج ده. هو نفعها هي، بس هتروج له بشكل ان هو ده اكيد هينفع لكل الناس، ما ينفعش يعني لازم هيصلح لك وهيصلح لكل الناس.
طبعا ده مش لوجيك حتى، يعني مش منطقي ابدا ان اللي ينفعك ينفعني. هي تمام، السوشيال مش ميديا بالضروره يعني زودت الاويرنس عند الناس قوي. فبقت الناس فانا عارفه ده يعني ايه حد ادنى من المعلومات، يعني ايه سكين بالظبط بارير مثلا، او بالظبط اللي هو الحاجز بتاع الجلد، بالظبط، ازاي ان انا لازم ان انا احافظ على احط جلدي، كريمات بالليل ارطب والصبح كويس وسيرمز مش واحط عارفه اس ايه. بي بالظبط اف بالظبط. صن بلوك كويس، والحاجات دي يمكن من الحاجات اللي ناس كتير قوي بتشتكي منها علامات التقدم في السن. وللاسف الحكايه او المشكله دي ممكن تبدا من سن العشرينات. صح. انا عارفه انه الجيل اللي قبلنا يعني عشان يعني يبان عليه العلامات كان بيبقى وقت طويل او حاجات في سن كتيره كانت متاخر، بالظبط. لكن دلوقتي الوضع اختلف. وانا زمان كنت بستغرب انه بنات صغيره تروح تعمل بروسيديرز مثلا تعالج بيها الهالات السوداء او تحقن فيلر او حاجه، كنت بستغرب قوي. مهم. بس مع كلامي مع الدكاتره ومع ان انا كمان كبرت، انا بقيت احس ان دي بقت نيد حقيقيه، وان العلامات دي ما بقتش مرتبطه بسن متاخر. ده حقيقي. عايزه اعرف من وجهه نظر طبيه ايه الاسباب اللي بتخلي العلامات دي تظهر بشكل كبير في سن صغير من بدايه العشرينات؟ انت قلتي جزء منها الاسترس، التلوث، ما اعرفش يعني. هو احنا فعلا تقدري تقولي سوء التغذيه، الدايت، بتعمل دايت مش مظبوط عند حد مش متخصص، برضو انت هترجعي تلاقي ان حد قرر ان يعمل فكره من غير ما يرجع لمتخصص. زي ما اكون رحت عملت شقه، يعني انا مؤمنه جدا بفكره مهندسي الديكور برضو. رحت عملت شقه، انا بقى قلت عايزه ده هنا وده هنا، ايوه ما انا عندي فكره، بس تنفيذه ازاي؟ ايه اللي يتحط، ايه البيز اللي تتحط اللي ابني عليها بقيه الشقه، ده هيريحني في المستقبل. حتى لو عملت شكل في الاخر شكل حلو هتلاقيه بينهار بسرعه. انما لو بدات البيز صح، ركبت مواسيري صح وعملتي صح وكده، هلاقي ان النتيجه احسن وتقعد معايا فتره اطول. فهي نفس الفكره، انت برضو عندك مشكله روح لمتخصص يبدا معاك من الاول. تحاليلنا فين؟ نعمل تحاليل نشوف ايه المشكله. عندك مشكله هرمونيه، عندك مشكله في الحديد، ساعات بتبقى حاجات بسيطه قوي. ساعات واحده لو اديت لها بس حديد شهرين 3 وشها يرجع ينور يظبط. نقص فيتامين د برضو بيأثر بشكل ما، ولانه يعني دراسيا في عليه ديبيت، بس يعني موجود. احيانا بتبقى حاجات بسيطه جدا، كل شويه برضو العلم بيتقدم في حاجه. ما دلوقتي مثلا ممكن الكولاجين يتاخد اورال، كانوا في كلام عليه زمان ان هو لا مش هيفيد وبيتكسر ومش عارفه ايه، فاهمه؟ فكل شويه برضو في حاجات جديده. فانا برضو انا حتى لو مشكلتي من كام سنه ما كانش ليها حل، لا وارد دلوقتي كلها حل. فاهماني؟ طب لو حد في سن صغير زي ما قلنا كده من 20 ل 30 سنه عايز يعمل حاجه عايز يعمل كل حاجه، مش عايز يعمل حاجه معلش، عشان هما بيبقوا داخلين العياده انا عايزه كل اللي عندك. شوفي انتوا بتقدموا ايه خدمه، انا معاكي انا معاكي. فلا طبعا، يعني بتشوف برضو هي اهم حاجه او اكتر حاجه هي مضايقاها ايه. يعني لو عايزه جلو، يعني مثلا تلجأ لايه؟ ديرما بان ولا تعمل تنظيف بشره هيدرا فيشيال على فكره عادي؟ ساعات بيبقى لو هي عندها بس مسام مفتوحه وفيها ديرت وحاجات زي كده بيبقى تنظيف البشره كفايه. فاهماني؟ ساعات لا مسام بتبقى واسعه شويه، بتبقى الديرما بان لطيفه معاها جدا. لا لقينا في حفر وحاجات ممكن نلجأ لحاجه زي سكين بوسترز والحاجات الجديده اللي طالعه دي شويه نعالج بيها. والديرما بان برضو بتخش فيها. ساعات بدخل 3 حاجات في بعض، اعمل لها ديرما بان واعمل لها فراكشنال ليزر واعمل لها ممكن يعني الميكس حتى مطلوب احيانا. وتوقيت الميكس ده امتى؟ يعني برضو في حاجات ما يحبسش انها تعمل في الجو الوحش الصعب بتاع الحر ده. زي ايه؟ فراكشنال، الا بقى لو حد مسافر او وقته ضيق ممكن اقول لها نصبر شويه. فاهماني؟ تقشير بانواعه، لا يعني خلينا في الجو كويس، جو يعني شتوي لطيف شويه عن جو 7 و8 وكده. فطبعا التوقيت مهم، الحاله ظروفها مهم. طب افرضي حد مسافر، مش هعمل له ليه؟ لا يسافر بقى وهو بره مش هيبقى حاسس بمشكله الحر بتاعتنا دي. فاهماني؟ وهكذا. فعلى حسب. بس برضو بلاقي في ساعات يعني في مواقف ساعات بتحصل عندي في العياده ببقى شايفه ان السوشيال ميديا كانت سبب في حياتهم الكئيبه مثلا. ازاي بقى؟ يعني في مره بنوته جات لي، بنوته جميله جدا. انا من وجهه نظري انت بتكلميني كبني ادم، انا مش شايفه كدكتوره يعني مفيش اي ديفو في وشها. فاهماني؟ وضحكتها حلوه ورقيقه ومن الناس اللي فعلا يضفوا بهجه عليكي وانت داخله يعني. مره جت بقى وشها يعني مكلضمه جدا.
ايه يا بنتي انت مضروبه؟ هزار بقى وكده، وهزر معاها. لا ومش وجت معيطه في ايه؟ طيب خير. فقالت لي اصل انا جاي لي عريس. قلت لها اللي جاي لها عريس تعيط تفرح وتفكر وكده. فقالت لي لا عشان هو، هي البنوته كان عندها تقريبا 25 سنه، تقدم لها حد ضعف عمرها تقريبا، ويعني ظروفه مطلق وعنده اولاد وحاجات زي كده فقلت لها بصي، هو طبعا انا مش هخش في حلال وحرام لان دي حاجه احنا ملناش دعوه بيها، هو كله حلال، هو طالب زواج يعني. بس هي الفكره هل مناسب ليكي ولا لا؟ هل هي انتي راضيه من جواها انتي راضيه؟ ممكن حد تاني يرضى حد عادي، تاني بالنسبة يرضى لانه له حاجة بيبقى جميلة. حد كويس، وممكن يكون حد كويس ظروفه اللي ما كانتش كويسه مثلا. فقالت لي لا انا مش موافقه ومش مرتاحه بس حاسه ان انا ما عنديش فرص تانية. الجمله عارفه، حسيت ان انا ايه ده، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ يعني انا فعلا قلت لها ايه اللي انت بتقوليه؟ ليه ما عندكيش فرصه تانية؟ قالت لي ما انا مش حلوه قوي ومش غنيه إيه هو انت مفاهيم اصلا الارتباط بقت عندكم ايه؟ يعني بقت اللي حاطه ميك اب كتير ولابسه حلوه قوي وكده او qualifications غنيه. فلقيت لا هم يا عيني بيعانوا من صراعات داخليه وخارجيه، يعني حواليهم السوشيال ميديا بقى مصدره ده، مصدره الحياه البيرفكت، ان هو لازم اكون معايا فلوس عشان ابقى سعيد ولازم اكون حلوه عشان اطلب. فلا هو مفيش حد بيختار الشكل الخارجي بس. واعتقد بالذات القصه اللي حضرتك قلتيها دي يعني كمان هتبقى مرتبطه اكتر بالاهل، يعني ما اعتقدش انه يمكن كانت البنت ظروفها انها كانت بتقولي انا مش عايزه ابقى ضغط على اهلي، انا يعني هي شايفه ان الفكره انها تشيل نفسها لا دي من محمله تماما جدا بقى وعندها احساس بالذنب جدا. وعايزه. فطبعا لا انا كل اللي عملته ان انا قلت لها انا عايزه منك تفكري، ما ترفضيش لمجرد الرفض، ممكن تقعدي معايا مره واتنين لغايه لما تبقي ساتيسفايد بالموضوع يا ترفضيه تماما. يعني انت اللي هتاخدي القرار مش حد. يعني هي جايه لحضرتك تعمل بروسيدرز اه عشان لا هي اوريدي كلاينت عندي في العياده بتعمل اوريدي بروسيدر. فده اللي انا قلته لها وبس، ولا اعرف بقى بعديها بشهر جت رجعت بقى الابتسامه الجميله بتاعتها. الحمد لله. قلت لها ايه الاخبار؟ قالت لي لا خلاص انا رفضت وانا ارتحت بعد ما رفضت. قلت لها بس هو انت كنتي بتبحثي عن الارتياح؟ فده صدر السوشيال ميديا ليها فكره ان انا مش حلوه، مش حلوه عشان سمره شويه مثلا، مش حلوه عشان ايه؟ عشان مش بلبس مثلا بشكل معين ملفت مثلا، لا. وبعدين يعني هو اصلا مفاهيمي كده، احنا عايزين بقى نرجع نقول ايه بقى مبادئ ان انا ادور على عروسه اجيبها ازاي، ايه الخصال اللي انا طالبها فيها، مش بس انها تكون حلوه. يعني انا شايفه ان هو تبقى اكسبتد. يعني انا ممكن زي ما قلت لك اقعد معاها اتكلم معاها او اتكلمي معاه. انتي ما ترفضيش حد عشان شكله، اتكلموا مع بعض، لقيته في يعني مناسب اوكي، مش مناسب خلاص. بس ما فيش حد يعني، او انا من وجهة نظري ما حدش بيترفض عشان شكله. في ناس للاسف الشكل موجود ليه بقى؟ ما هو ده بقى جزء من تربية غلط على حاجات بنشوفها في الميديا مش مظبوطة. طيب حضرتك تقدري تنكري او توافقي على فكرة انه لما بتبقي جميلة ده بيزود فرصك عموما في شغلك، مش في علاقاتك مع اصدقائك؟ بصي هقول لك حاجة، وارد. يعني انا برضو بسمع بعض البنات بيقولوا لي انا اترفضت عشان محجبة مثلا في شغلانة ما يعني. طب ايه علاقة الحجاب بالموضوع او كده؟ فللأسف ده موجود. وبس انا قناعتي بيه لا، انا مش ده زيرو على الشمال بالنسبه لي. يعني ما فيش اي اهميه للبني ادم اللي شكله حلو هو من جوه خصاله سيئه او هو مش مريح، او حتى مش لو من مريح. بره مش ممكن مريح. حد يكون هزاره صعب شويه، بس on the other side انا مش عايزه حد ينسى نفسه. يعني يا رب كلنا كده نفضل يعني بنحاول نبقى احسن في كل حاجه، شخصيتنا نحسن شخصيتنا، نحسن شكلنا لو في فرصة. ايه المشكلة؟ يعني انا مش ضد ده برضو عشان ما تفهمش ان انا ضد ده. يعني برضو كان في مرة حد خمسيناتي وكانت بتيجي مع بنتها اللي بتعمل البروسيدور وعايز تعمل كل حاجة. يعني بنتها هي اللي عايزة تعمل؟ بنتها. اوكي. وهي جايباها، يعني هي جايبة البنت، شوفي نعمل لها ايه وشوفي هي عايزة ايه فبعد مثلا شهر لقيت الام هي اللي جاية لوحدها.
فانا ما سالتش حاجه، بس لقيتها هي اللي بتقولي ايه، انا اول مره اصبغ شعري عند كوافير، بتحكي لي يعني ومن غير اي مقدمات يعني. فانا قلت اهتم بنفسي شويه، قلت لها طيب حلو تمام. قالت لي اصلا انا لما صبغت شعري وروحت، فبتقول لزوجها يعني البنات اللي عند الكوافير كلهم بنات. انا يعني ازاي البنات دي لسه صغيره في السن ومش محتاجين حاجه خالص، رايحين ليه يغيروا شعرهم وليه ما شعرهم لونه حلو. بتحكي له يعني. هو للاسف رد عليها رد قاسي، متهيألي ما ينفعش اقوله. قال لها مثلا انت ازاي ما خدتيش بالك كل ده، او حاجه زي كده، بس ليه ما عملتيش على كده من بدري؟ اجمد شويه. قالها بطريقه اجريسيف. فهي بتقولي تخيلي بيقولي كده. فانا فعلا يعني فقدت النطق لدقيقه، يعني مش عارفه اقولها ايه. فبتقولي يعني انا بديتهم عليا في كل حاجه، انت شايفه بنتي جيت وبعمل لها كل اللي هي عايزاه، وانا ما فكرتش اعمل لنفسي حاجه. فانا خدت قرار ان انا اعمل حاجه، بس على فكره هو برضو يانا يا بنتي اللي هنعمل، لان يعني الفلوس مادياً. هتبقى مش هتساعدنا يعني. قلت لها على مهلنا وكده، وقلت لها على فكره هو بس بيهزر، بس الهزار تقل شويه يعني، هو يمكن مش قصده، يمكن فرحان انك بداتي تاخدي بالك من نفسك. حاولتي فقالت لي تهوني عليها. حاولت اهون عليه، بس ما لان اعتقدش هو انها هتنسى بس جمله زي داخليا دي. على فكره داخليا انا ما كنتش مقتنعه باللي انا بقوله. طبعا. بس ما ينفعش حد قدامي يقول لي كده واقول له مثلا ازاي يقول لك كده، مش هينفع طبعا. فهي كملت قالت لي بس هو برضو حتى لو بيقولها هزار ما تتقالش. ف يعني حاجات زي كده برضو بنقابلها. بصي يعني يعني الدنيا غريبة شوية. فأنا مش لازم أجري ورا كل حاجة يعني، والدنيا أبسط من كده برضو. هي مش مساله انها كمان بدت اطفالها عليها، هي كانت راضيه عن نفسها. هو الاصعب من صح، كده برافو عليكي. ان أنا هي فعلا كانت دي راضيه. صح، هي مش شايفة إن في مشكلة عندها، هي شايفة إن هي هي بتتقدم في السن عادي زي أي بني طبيعي. آدم بيتقدم في هتظهر السن. لي خطوط تعبيريه، بالظبط هيظهر لي. بالظبط. دي حاجات شعري انا هيبيض هحبها. شوية دي اه حاجات بتدل على سني، على العمر اللي انا بالظبط عشته. بالظبط. بس هو حسسها بسبب انه هو نفسه هو اللي متاثر بمعايير الجمال، او حقيقي. هو اللي عنده نيدز معينه هو مش عارف يعبر عنها ده بيخلي بشكل سوي. برضو بعض البنات بتيجي تدور على ايه، لا اصل انا عايزه ابقى بيرفكت، اصل انا عشان لما اتخطب او لما اتجوز ينبهر. ينبه هيشوف بقى برافو قدامه عليكي. نجمات السينما كلهم. فبقول لها طب ما انت برضو محتاجه تنبهري. طب اشمعنى؟ اشمعنى البنت هي اللي لازم تبهر يعني. فلا يعني بصي الحاجات دي كلها بتبقى بالنسبه لي يعني بتضايق لما بسمع الكلام ده فعلا، وبقول لها لا مفيش حاجه اسمها كده. ولو بنتكلم على فكره الزواج اللي احنا طلعنا من فكره الجمال ليها، او بقى منحصر في فكره ان انا حتى بظبط نفسي عشان فرحي او عشان لا 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 ليه. انت حتى لو تحسي ان عايزه انت تعملي عليكي حاجه تاسك، لنفسك انت خلاص داخله على جواز، بالظبط ففي تاسكات كده، طب انا مش محتاجاها، لا هنعملها. لا هنعملها هتروحي عشان هي لازم يعني. تعملي حتى الشعر، الحوار البروتين والكيراتين اللي يا مرتبط ده خبر دايما بقى، قبل الفرح. يا خبر بقى لازم تعملي. كوارث ده يعني كان زمان يعني. الصبغه اللي هو لا بتشقر وكان في زمان بيسموه فرد ده، وكان بيوقع الشعر برضو وكل حاجه، وكان بيبهدل الدنيا. بس النتيجه. يعني بنحاول بقى نديله كلمات الطف شويه، كولاجين كيراتين مش عارفه ايه، بس يعني هي في الاخر كلها بتلف في كلها دايره واحده. بروتين. يعني اي حاجه انا عارفه انه اي حاجه بنشغل عليها السير او كده لازم دي ايه لا حاجه ادي يخترع العلم حاجه تانية. يعني احنا ممكن واحنا بنتكلم دلوقتي تكون في حاجه بتتعمل تخلي كل الشعر كده يعني. هو ليه لازم يبقى كده؟ هي دي الغريب ايه برضه. اللي لازمه طيب؟ عشان احنا ثقافتنا يعني يمكن في مصر شويه مرتبط الشعر الكيرلي بجنوب بقى بعد مصر بقى، نتكلم في السودان والصومال وايه وكده. المشكله برضه؟ هو كده بيبقى في دماغ هي فاكره ان هو احنا دخلنا بقى خلاص معايير الجمال يعني كده. ما هو زي ما قلت لك احنا في الاول وفي الاخر مش عايزين يبقى عندنا معايير للجمال، في مواصفات للشخص كويس. وما على فكره ما فيش مثاليه يعني، ولا حد هيكون مثالي في شخصيته، الطموح القوي الشاطر الجميل مفيش حاجه كده يعني، ما بشوفش حد كده يعني. كمال لله وحده، دي حاجه لازم ناس كل حد فينا جواه يكون مقتنع بكده. انا قاعده قدامك اهو، اكيد انا عندي حاجات مش لطيفه، بس هو الحلو بقى ابقى كويسه قوي بقى حاولت اغيرها. يعني لو عارفه ان انا في شخصيتي حاجه مش حلوه وحد اداني هايلايتر عليها كده في موقف ما، احاول ممكن اجد صعوبه في ان انا اغيرها شويه عشان اتعودت عليها مثلا، او ما بشوفهاش، لان مفيش حد برضو بيشوف نفسه وحش. بس لا يعني
خلينا نحاول نحاول من غير ما ثقتنا في نفسنا تتهز. يعني ده اللي احنا بنقوله بالظبط. سواء قدرنا نعمله او لا، بس طول الوقت برضو هو مش بيبقى ده بتكلم الجول. على الشكل، انا بتكلم على الشخصيه. يعني يمكن ده اللي بيفرق معايا انا اكتر. يمكن علشان كده ناس كتيره بتخش الكلينيك برضو انا ببقى شايفه ان هم مش محتاجين حاجه، لان لما بيتكلم انا مش شايفه اي حاجه اصلا غلط في وشها. انت فاهمه؟ فانت مش محتاجه ده. اوكي. برضو حضرت مره موقف لحد، يعني لو لازم تعملي مناخيرك. ليه لازم تعملي مناخيرك؟ يعني مفيش اي حد قال لها يعني لازم حد قال لها قدامي، وانا كنت قدامك؟ زعلانه قدامي. يعني حد كان بيقول لها، مش هو حد برضو متخصص يعني، كان بيقول لحد مش متخصص انه لازم تعملي. ما كنتش مبسوطه بالحوار لان هي مش شايفه ده. وعلى فكره رد البنت عجبني جدا بقى، وده قالت له إيه فرق التربيه انا مش شايفه ان في مشكله عندي وانا بحبها. يعني انا بحب مناخيري كده، فانا يعني عايزه اقف لها. طبعا دي قوه على فكره. وقلت لها على فكره انت فعلا عندك حق، يلاقي عليكي جدا. ف يعني احنا في الاخر مفيش حد فينا كامل. وانت اللي بتقول دخلت في حته تنمر شويه، انت مش المفروض تشاور لحد على عيب فيه. عشان كده مشكله السيلف اكسبتنس بالظبط معقده شويه، لانها مش بس مرتبطه بتفكيرك انت. من وجهه نظري معرفش ايه الصح، بس بحس انه انا لو انا حتى واثق في نفسي او انا انسان كويس، انا مش هقدر امنع اللي قدامي من ان هو يقول لي كلمه وحشه. او مثلا قصه زي القصه الفظيعه بتاعت الست اللي عاشت مع جوزها 50 سنه، وهو يعني خلاص هو يعني هير بارتنر، صح. فيفاجئها بقى انه لا انت متاخره قوي وانت محتاجه تعملي. فهي صح. هي حتى لو هي واثقه في نفسها هتواجه ده ازاي؟ هترد عليه بانهي لغه؟ انا مش عارفه ارد عليه ولا لا الصراحه. يعني بس هي واضح انها فضلت متاثره، بدليل انها جت. لو اتحطيتي في الموقف ده تعملي انا عارفه ان انت اولادك كل حياتك. هقول لك حاجه الحمد لله ووقتك كله يعني بحاول. اولوياتك. بحاول والله. مش دايما ببقى ناجحه في ده على فكره. يعني ساعات برضو ضغوطات الشغل بتخلي الواحد زي ما قلت لك مفيش حد مثالي. انا بحاول يعني كلها محاولات. ساعات بتبقى كويسه، وساعات برضو بيحصل عندي دروبس ما ببقاش مبسوطه. حتى انا ما ببقاش من جوايا مبسوطه، ولو حد لفت نظري لا بستجيب. يعني لو ده حصل لا بستجيب جدا. يعني ممكن يكون بعد مناقشه، مش مره واحده بقى، لا خلاص سمعا وطاعه. يعني نتكلم، حسيت انه لا فعلا انا قصرت في حاجه معينه، لا بحاول بقى اهولد شويه. طب اقف كده افكر ونتفق على حل. بس طبعا احنا كلنا كبني ادمين ممكن يعني يحصل عندنا المشاكل اللي هي الثانويه، يعني فاهمه. بس هو مش ده المهم. المهم المشاكل او عصب بقى بيتك، او ان انت تكون في شغلك قادر تحقق معادله ان انت الوقت اللي انت مديه للمريض هو ده حقه. يعني ما ينفعش اكون يعني ممكن اقلل ساعات عملي شويه علشان خاطر يعني ما بقاش خدت حد وكلفته او كروته عدد او المرضى، لكن ما قللش الزمن اللي بيحتاجه الزمن اللي كل واحد بيحتاج. عشان كده احنا يمكن ما عندناش اللي هو بصمه الصباع دي، اللي هو ما ينفعش. لان انت ساعات بتحتاج 5 دقايق زياده تفهم فيهم اللي قدامك حاجه هو مش فاهمها. انت متخيل لو هيفهم في 5 احتاج 10 احتاج 20. فاهماني؟ فبرضو احنا ما عندناش تايم كنترول. يعني مفيش حاجه اسمها جلستك خلصت اقفل يلا مع السلامه، ما ينفعش. فاهماني؟ فمفيش حاجه كامله. احنا بنبحث على ان احنا نكون في افضل حال، او الناس اللي بنتعامل معاهم حوالينا برضو نديهم اللي احنا يعني مطلوب مننا على اكبر قدر كويس. بس ساعات بتيجي على نفسك، ساعات بتيجي على اعصابك، ساعات يعني كل ده موجود برضو. بتحاولي. انا عشان كده دايما بقول عليها محاولة، لانه مفيش حد يعني بالضرورة يوصل اللي هو كان نفسه فيه. فهمتيني؟ بس دي جملة جميلة هحب اختم بيها الحلقة. وبجد انا مبسوطة قوي ان انا مبسوطة اكتر يا فاطمة. احنا بقالنا شهرين بنحاول نتقابل ونقعد مع بعض، بس دايما موفقة. عجبني جدا البرنامج وفكرته من اول حلقة، وانا شايفة ان انتي ان شاء الله طالعة لفوق. ربنا يخليكي ان شاء الله انتي والتيم بتاعك، وربنا يوفقك يا حبيبتي. Thank you so much.